بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وفيديو جديد في قناتكم قناة بيضك بسيط مع جوجو. وهنعمل النهاردة الكنافة المحشية بالقشطة بطريقة جميلة وسهلة جدا وبسيطة لأي حد مبتدئ أول مرة يعمل حلويات هيعملها وهتنجح معاه من أول مرة إن شاء الله بإذن الله. وهنعرف شرباتها المظبوط وايه السر اللي يخلي الشربات ما يسكرش منك ويخلي كده الكنافة مقرمشة لغاية آخر واحدة. عايزه اقولك بقى ولا غلبت الصينيه على بعضيها ولما تيجي تقطعيها هتتكسر منك. لا، الطريقه دي مضمونه وحلوه جدا وسهله وبسيطه، الواحده كده بوحدتها وكمان شكلها حلو في التقديم. ويا ريت بقى كل اللي حابب يتفرج على الطريقه والفيديو ما ينساش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ونسمي الله بقى ونصلي على الرسول عليه افضل صلاه وازكى السلام ونشوف الطريقه مع بعض. واول حاجه نبدا بيها طبعا القشطه علشان تلحق تبرد، علشان ما ينفعش نحشي بيها وهي سخنه. هنحتاج هنا كيلو لبن ونص كوبايه سكر وتلات ارباع كوبايه نشا ومعلقه لبن بودر وكمان معلقه من بودره الكريم شانتيه وفانيليا ورشه صغيره قوي من البيكنج باودر. وهنقلبهم الاول كويس على البارد. وبعدين هنرفعها على النار واحنا مستمرين في التقليب فيها لغايه ما تتقل معانا. وبعد ما استوت القشطه وبقبقت معانا بالشكل ده وتاكدنا ان النشا اللي فيها استوى خالص، دلوقتي بقى هنرفعها من على النار. وبعدين وهي لسه سخنه كده هنحطها في بوله وبعدين هجيب كيس واغطيها بالشكل ده عشان ما تعملش قشره. وبعدين بقى دلوقتي هسيبها لغايه ما تبرد. وفي الوقت ده هنعمل الشربات عشان برضو لازم يبرد. واحنا عارفين ان شربات الكنافه بيكون شربات تقيل، فمعانا هنا 4 كوبايات سكر وهنحط عليهم 3 كوبايات من الميه، وهو ده المقدار المظبوط لشربات الكنافه. والشربات ده لمقدار كيلو كنافه، لان انا هنا كنت هعمل نوعين من الكنافه في فيديو واحد بس لقيت الفيديو هيطول قوي فقسمته الفيديوهين. وانا هكتب لك كالعاده كل حاجه في صندوق الوصف، مقدار الصينيه ومقدار الصينيتين. وبعدين هنرفعه على النار من غير ما نقلب السكر او نيجي ناحيته خالص. ودي اول حاجه من عوامل نجاح الشربات انه ما يسكرش معاكي. وبعد ما خد غلوتين والسكر داب خالص، دلوقتي بقى هنعصر عليه نص ليمونه وهنحط كمان معلقه من عسل الكلوكوز، ودي اكتر حاجه بتخلي الشربات ما يسكرش معاكي. عايزه اقولك ان هو مش غالي خالص وهيقعد عندك مده كبيره، يعني البرطمان ده بقاله عندي 2 سنين وبتجيبيه من عند اي عطار. يعني انا كنت جايباه ب10 جنيه، دلوقتي اكيد غلي زي كل حاجه ما غليت. ودلوقتي بقى طالما السكر داب خالص نقدر نقلبه عادي. وبعد كده هنهدي عليه النار ونسيبه قد 5 دقايق ياخد ويدي مع نفسه. وبعد كده هنحط عليه رشة من الفانيليا ونقفل عليه النار على طول.
ونسيبه بقى لغاية ما يبرد خالص. ونجيب بقى القشطة بعد ما بردت معانا ونحطها في اي كيس موجود عندنا، ان شاء الله كيس تلاجة علشان يسهل علينا الحشو. ونجيب بقى الكنافة بتاعتنا، والكنافة هنا في الوصفة دي لازم تبقى طازة، يعني لسه جاية من عند الكنفاني، ونقول له عايزينها طرح بالشكل ده علشان نقدر نشكلها. وبعدين هناخد خصلة منها ونحطها بالشكل ده، وهنحتاج هنا كوباية او طبق فيها مية، هنبل ايدينا بالمية وبعدين هنطبطب على الكنافة بالشكل ده، ونحط فيها بقى شوية حلوين من القشطة عشان نحس بطعمها جوه الكنافة، ونلفها بالشكل ده على شكل مثلثات زي ما بنلف السمبوسة بالظبط. واول ما نلاقي شعر كده طالع بره الكنافة هنبل ايدينا تاني بالمية ونطبطب عليها كده لغاية ما نسويها. وبس كده خلاص، مفيش اسهل من كده. ونجيب بقى الصاج بتاعنا وندهنه بالسمنة. ونعمل واحدة تاني مع بعض. هنجيب خصلة من الكنافة ونحطها بالشكل ده ونطبطب عليها برضو بالمية علشان نسويها لو في شعر طالع منها، ونحشيها بالكريمة وبعدين نقفلها بالشكل الجميل ده على شكل السمبوسة. وبعدين هندهنها كلها بالسمنة، وخدت معايا بالظبط كوباية وربع من السمنة. دلوقتي بقى هنحطها في فرن سخن نكون مسخنينه قبلها ب10 دقايق، وهنحطها في الرف الاوسط. وبعد كده هنهدي عليها النار شوية مع المتابعة طبعا وتقليب الصينية كل شوية علشان كله ياخد لون من تحت. واول ما ياخد اللون الجميل ده من تحت هنطفي بقى دلوقتي النار بتاعتنا من تحت، ونقيد عليه الشواية برضو مع تقليب الصينية علشان كله ياخد لون من فوق. واول ما تخرج معانا هنسقيها بقى بالشربات البارد. ايه رأيكم بقى في الجمال اللي انتوا شايفينه ده؟ الواحدة طالعة معانا بوحدتها والتسوية بتاعتها مظبوطة جدا واخدة لون حلو قوي من تحت، وكمان شربت الشربات بتاعها اللي هيخليها مقرمشة لغاية اخر واحدة فيها. هنحط عليها بقى معلقة من القشطة اللي احنا شايلينها من وش اللبن، ونرش عليها شوية فستق ودوقي وانسي بقى.
ونشوف بقى شكلها من جوه. ايه رأيكم؟ بجد احلى واطعم واسهل طريقة كنافة بالقشطة ممكن تعمليها. شكلها حلو قوي من بره وتحفة من جوه وطعمها ومفيش اجمل من كده. ان شاء الله تجربوها وتبعتولي وتقولولي رأيكم. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.